هذه الألوان اللي راح أسويها في حدود هالألوان. راح أسوي هالميك اب بس بدون أسود، يعني ما نحط داخل العين أسود، بالعكس نحط لون بيج أو لون برونز أو براون. أنا قاعدة أشرح الميك اب من الحين عشان اللي يقولون ألوان مشاعل نبي لون ثاني، بدلوا الألوان اللي تبونها، بس أهم شيء اعتمدوا الطريقة. شوفوا حتى هذا الميك اب اليوم واصلني، تحبون هالألوان، تحبون درجات البرونز والبنيات، بس هذا بإضافة آيلاينر. اوكي راح أجل اللوك الرمادي حق الدرس الجاي، لأن الرمادي راح يكون تقريبا قريب من هذا، شوية نوعا ما ثقيل، قريب من هذا. الدروس الجاية إن شاء الله راح أدخل زيتي أو أخضر أو أزرق، الألوان اللي أصلا أنتم تخافون منها أو مو جريئين في استخدامها راح أسوي الدرس الجاي. أو بعض الصور اللي واصلتني أو أغلب الصور اللي واصلتني على هاشتاج درس مشاعل كله آيلاينر، فشنو تبون قولوا لي؟ شوفوا اللي عجبكم يا آيلاينر أو الميك اب اللي هو المائي اللي يصير شوية فيه لمعة الماي. اللي اليوم بسويه أنا يشبه هذا شوي، نفس الألوان، بس هذا بإضافة آيلاينر. أنا راح أسوي بالبداية بدون آيلاينر، بعدين بالنهاية راح أضيف عليه آيلاينر. إذا وايد تبون آيلاينر ممكن نسوي لكم هذا الدرس الجاي أو هذا، نفس الفكرة، إيدي كلها جلتر لأني قاعدة ألعب بالشادو. هذا راح يكون تقريبا ألوان مكياجنا اليوم. راح نسوي بالبداية عادي ناعم مع تركيب رموش، بعدين بضيف عليه آيلاينر. اوكي مستعدين؟ رسمت حاجبي، حطيت كونسيلر، حطيت برايمر خفيف جدا، عدساتي لوريال كريستال جراي. كل الفرش اللي راح استخدمهم من مورفي، موجودين في بوتيكي. بالبداية كالمعتاد أحط لون بيج مطفي تحت حاجبي، أهم شيء يكون مطفي بنات لأن الشادو كله تقريبا شمر. اوكي بهالنقطة ركزوا معي، أنا الحين راح أحط على كامل جفني هذا اللون اللي هو هذا الشمر اللي هو شوي يلمع على كامل جفني. هذا اللون اللي هو كذي برونزي أو نحاسي، بنات احنا عادة نحطه آخر المكياج، بس الحين بعلمكم طريقة أسهل نحطه بالبداية. ركزوا معي، راح أحطه على كامل جفني، قاعد تشوفون لونه نحاسي. احنا عادة نحط هذه الألوان بالنهاية آخر شيء. شفتوا اللون بنات؟ لا هو ذهبي ولا هو برونز وهو نحاسي. احنا عادة كل خبيرات التجميل الألوان اللي فيها لمعة نحطها بالنهاية، الحين أنا بعلمكم طريقة أسهل. المعلومة اللي الحين بقولها أن أنتم هذا اللون النحاسي تقدرون تبدلونه بأي لون، فضي، بنفسجي فاتح، وردي فاتح، حطوه أول شيء. كلنا أو حتى خبيرات التجميل اللي تابعوني يدرون أن هذا اللون إحنا عادة نحطه بالفنش بالنهاية، بس أنا عشان بعلمكم الحين طريقة وايد أسهل نحطه أول شيء. الحين بعد ما حطيت هاللون الحين راح أدخل عليه اللون البني المطفي. اللون البني المطفي فوق هذا اللون الشادو راح يندمج أسرع. الحين راح آخذ فرشة أصغر وراح آخذ اللون البني المحمر مايل على حمار، شوفوا هذا بني عادي هذا محمر. أوكي الطريقة حقكم وايد سهلة. الحين بدخل اللون البني، شوفوا شلون بسرعة راح يندمج وما يكتل معاي لأني قبله حاطة لون فيه لمعة. شفتوا شلون طلع؟ راح أحطه بنهاية عيني والبداية شوي بهالطريقة وأدمجه. يعني فرشة فاضية ما فيها لون وندمج الأطراف. شوفوا تخيلوا أنا بكذي خلصت الدرس، يعني الحين لو أركب رموش راح يطلع وايد حلو مثل ما أنتم تبون. يعني هذه الخطوة ما في أحد ما يعرف يسويها بنات، وايد سهل. اوكي الحين كذي بزيد شوية هذا اللون هني بخليه أقوى يبين أكثر. هذا اللون الفاتح اللي هو شوية مايل على ذهبي وبس نتفه بس عشان يطلع معاي هذا التدرج. تحطونه عند مدمع العين شوي هني ما في مشكلة، بس شفتوا التدرج؟ ليه هذه النقطة إذا ركبت رموش راح يطلع حلو، إذا حطيتي آيلاينر راح يطلع وايد حلو. فأنا أول شيء راح أركب رموش وشوفوا النتيجة. رموش أرورا اسمهم ديلي، ديلي يعني وايد خفاف. للحين ما ركبوا الرموش، بس شوفوا حالات الميك اب شلون هادي وسوفت لازم أحط ماسكرا نترول. الرموش راح اخذ هذا اللون البرونز واحطه بس كذي من تحت. هذا مكياج يعتبر خفيف وهادي، بعد شوي بنزيده. هذا المكياج نقدر نحطه بالنهار او اليوم العيد حلو، خصوصا حق اللي مسوين تان. طبعا الرموش وايد ناعمه. انا زدت شويه من اللون البني اللي تحت وما حطيت ماسكرا.
بحط الحين مسكرة وشوفوا شلون نتيجته. أنا ما بحط مسكرة تحت عشان بزيده. اوكي، حطيت مسكرة ناعمة. شلون حلو هادي وألوانه هادية، تقدرون تبدلونه بأي لون تبون. اللي يبون داخل العين كحل بيج أنا بحطه بس في النهاية. هو أحلى داخل العين برونز، وايد راح يطلع أحلى. ده مع إضاءة فاتحة، فتحت الرينج لايت. اوكي، بنات طبعا الحين على هالميك اب لو بنحط ايلاينر راح يصير يشبه ميك اب امل العوض اللي كلكم انت طالبتوني فيه، يشبهها وايد. ماكو اسهل من هالخطوات اللي اعطيتكم اياها. ما اعتقد في بنت ما راح تعرف تسويها، طبعا باستثناء اذا ما تبي تركبون عدسات اتس اوكي، حطوا بس مسكرة ثقيلة. ارد اعيد الخطوات. حطيت اول شيء لون كامل على جفني لونه برونز او نحاسي، وضفت عليه بني بالاطراف فقط مع تركيب رموش. طبعا الحين مع الزيادات بمجرد ما احط كحل اسود داخل العين راح يطلع وايد حلو. اذا بحط ايلاينر ايضا راح يطلع حلو، فانا اول شيء راح اجرب ايلاينر. انا طبعا لاني ما اقدر اصور فحطيت ايلاينر من البدايه، الحين ببدي من النهايه وامده. بدي مع ايلاينر، شوفوا شلون تغير بنات. اضافات بسيطه ممكن تغير شكل الميك اب. الحين لو ابدل الرموش راح يتغير بالكامل كذي بدون اضاءه الرينج لايت. اوكي، رموشي بنات أرورا اسمهم ديلي. أنا ما أقع أستخدم إلا رموش أرورا، موجودين في كل الجمعيات ومراكز التجميل تقريبا. أنا أشوف من وجهة نظري هذا أسهل ميك اب ممكن أي بنت تطبقه. طبعا أكيد باستثناء الآيلاينر، يمكن بنات ما يحبونه، تقدرين تشيلينه.